عايزين الناس يحسوا بقيمه النادي الاهلي من اول الاداره لحد اللعيبه. بس مدير فني مش عاجبه يمشي، مدير فني مش حاسس بقيمه النادي الاهلي، مش حاسس بالكوارث اللي بتحصل، مع السلامه. محمود الخطيب نفسه خلاص، انا بشوف انه خلاص شطب، ما عندوش جديد يضيفه للاهلي. لا مع السلامه، ونشوف كوادر جديده. السلام عليكم. عندي كده كام نقطه عايز اتكلم فيها او عايز اناقش فيها حد من اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، ويا ريت يعني يسع صدره ويقدر فعلا انه يسمعني بمنتهى سعه الصدر، لان الموضوع ده او كام سؤال اللي انا هسالهم في الفيديو ده او الحلقه دي، يعني اعتقد كده ان جماهير النادي الاهلي عايزه تسال في المواضيع اللي انا هتكلم فيها دلوقتي. فبتمنى لو انت اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت دعما لينا تعمل لايك. عايزين نوصل القناه لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه. طيب بص يا سيدي، لو انت من النوع اللي هو بيفضل يدعم طول الوقت والنوع اللي هو بيفضل يطبل طول الوقت، فتأكد ان الفيديو ده مش ليك، لان انا في الفيديو ده هتكلم كلام هيكون قاسي شوية او قاسي شويتين. فبتمنى انك انت يعني تسمع بالعقل مش بالقلب او مش بالعاطفة، وتركن حتة انك انت تحب فلان او علان والكلام ده كله على مصلحة النادي الاهلي، لان هنا احنا بيهمنا مصلحة النادي الاهلي بس، مش بيهمنا مصلحة اشخاص. فمبدئيا كده، بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، من سنه 2000 وانا بشجع النادي الاهلي، من سنه 2000 وانا بشجع النادي الاهلي. يعني انت دلوقتي بتتكلم في حوالي اكتر من 26 سنه ما شفتش المستوى المتردي ده للنادي الاهلي قد الفتره دي، ما شفتش المستوى المزري، المستوى اللي يصعب على المنافسين قد المستوى اللي فيه النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي بقى مباح ومتاح، واي فريق يلعب عليك بربع جنيه كوره قادر يبهدلك حرفيا، قادر يمسح بكرامتك الارض. كلام انا عارف انه كلام هيكون صعب وكلام قاسي، ولكن دي الحقيقه اللي لازم يعني نصارح بيها نفسينا عشان نعرف نلاقي علاج للي احنا فيه دلوقتي، والا اي كلام غير كده يبقى احنا بنضحك على نفسنا وبنضحك على بعض. طيب اداره الكوره في النادي الاهلي عملت ايه في الفتره الاخيره؟ يعني على مدار ال3 سنين اللي فاتوا. مبدئيا كده احنا كان عندنا لاعب اسمه محمد عبد المنعم، اتباع بحوالي 4-5 مليون دولار، مشيته. بعد كده بقالك كده اكتر من 3 سنين او من ساعه ما محمد عبد المنعم مشي وانت بتحاول تعوض محمد عبد المنعم، وصرفت اضعاف 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 الفلوس علشان خاطر يعني انك انت تعوض رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ولحد دلوقتي انت برضو مش عارف تعوض اللعيبه دي. حاجه تانية، نادي بحجم النادي الاهلي هل يليق بيه انه يكون ما عندوش مهاجم؟ يعني نادي بيلعب بطوله افريقيا، نادي بيلعب دوري، بيلعب كاس، بيلعب سوبر، بيلعب كاس عالم انديه، انتر كونتيننتال، كل ده والاهلي ما يبقاش عنده مهاجم؟ هل ده يليق؟ طيب حاجه تانية، لما كان عندك مهاجم زي وسام ابو علي، اولا ما عرفتش تحافظ عليه، وانا بشوف ان الاداره ما عرفتش تحافظ عليه، لان اللاعب لو كان اتظبط له عقده او العقد بتاعه اتصيغ واتظبط وعرفت انك انت تقنع اللاعب انه يقعد، ما كانش زمنه مشي. طب يا عم انت مش مشيته او مشي هو بطريقه ما، او هو اصر ان هو يمشي وشايف ان هو مستقبله في امريكا والكلام دوت، طب انت خدت من وراه حوالي 7.5 مليون دولار. 7.5 مليون دولار انت عملت بيهم ايه؟ يعني انا المفروض انا مشيت عندي واحد مشيته ب7.5 مليون دولار علشان خاطر الفريق ما يقعش. وطبعا يعني كلنا عارفين ان اسامه ابو علي كان فارق جدا مع الاهلي، كان فارق، لعيب، كان لعيب قناص، فاولاد تلاقي في الصندوق، تلاقي لعيب هجام، لعيب بيعرف يخلص، لعيب بيعرف يضغط الدفاعات بتاع الفرق الثانيه، فبيقلل كمان ان يبقى عليك هجوم، يعني يقلل الهجمات بتاع الفرق الثانيه. ليه؟ لان هم طول الوقت مضغوطين دفاعيا، فما بقاش عندهم فرصه ان هم يهاجموا. فانت جبت مين؟ انت جبت مين مكان وسام؟ رحت جبت محمد شريف، بعد احترامي ليه، منتهي كرويا، منتهي، بتتكلم من 5-6 سنين من اول ما راح السعوديه، مش عارف كان بيلعب في الخليج ولا بيلعب فين، منتهي، راح هناك ما قدمش حاجه، رحت جبته ليه؟ عشان خاطر يعني ما يروحش الزمالك. جبته ليه؟ علشان خاطر يعني هو طلع اخبار او سرب اخبار او وكاله اعماله او دبسوك في الصفقه. جبته ليه؟ عشان خاطر اللاعب اتقال ان هو يروح بيراميدز، فانت عشان اللاعب ما يروحش بيراميدز او الزمالك فرحت جبته على حساب مين؟ على حساب لعيبه ثانيه انت مشيتها. طيب جبنا محمد شريف، جينا في الانتقالات الشتويه جبنا مين؟ جبنا مروان عثمان اللي هو اصلا ما يعتبرش مهاجم، لاعب جناح، من الاخر كده شويه سلطه مشوا حالكم بيهم لحد ما الكفته والفراخ والكباب يجوا. فمروان عثمان ما هوش مهاجم، مروان عثمان في الاساس هو جناح، لاعب مجتهد بيحاول يعمل اللي عليه، ولكن دي مش مكانه، دي مش حتته، واعتقد كلنا شفنا الكلام ده. طيب نجيب مين تاني؟ عايزين المهاجم يا خطيب، عايزين المهاجم.
نروح جايبين بسلامتنا كده، نفضل حوالي اكتر من شهرين او 3 شهور بنحاول نخلص مهاجم، وفي الاخر نروح نجيب مين؟ نروح نجيب الخيار الاسوأ. الخيار الاسوأ رحنا جبنا لاعب من بيته عشان يجي يلعب معانا كوره. فجبنا لاعب عشان خاطر يشيل فريق النادي الاهلي. هو ما شالش فريق النادي الاهلي، هو شل فريق الاهلي وشل الجماهير وشل اللعيبه حواليه. فانت من فشل لفشل 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 لفشل، وفي الاخر انا اللي مطالب ان انا اصبر، انا اللي مطالب ان انا اسكت. ليه؟ عشان خاطر سيادتك فاشل اداريا. انا بقول اهو محمود الخطيب فاشل فاشل. انا الاوان ان محمود الخطيب شكرا مع السلامه، واي حد ما يقدرش قيمه النادي الاهلي مع السلامه. اي لعيب يشوف نفسه على النادي الاهلي مع السلامه. من بدايه ما تعاقدنا مع امام عاشور وانا بشوف ان هي مش صفقه، كانت سقطه في تاريخ النادي انك انت تتعاقد مع لاعب زي كده. اللاعب كان صاحب الاوركسترا، لاعب طبعا كلنا عارفين الواقع الشهيره بتاعته. من ساعه ما جبت امام عاشور وانت بوظت غرفه اللاعبين، حرفيا ما بقاش عندك يعني ترابط. اللعيبه كلها بقت بتبص لبعضيها. زدت البلاطين بانك انت رحت جبت صفقه زيزو، وانا بقول اهو وانا اهلاوي صميم، واي حد مش عاجبه براحته. رحت جبت صفقه زيزو كدنسه. زيزو من ساعه ما كان في الزمالك وانا رايي فيه ما اتغيرش ومش هيتغير. لاعب لا يليق بالنادي الاهلي، لاعب محتاج يكون موجود في فرقه زي النادي الزمالك يتبني عليه. لكن انت كنادي الاهلي انت ما عندكش سياسه النجم الاوحد. سياسه النجم الاوحد دي مش موجوده في الاهلي، وده اللي منجحك على مدار التاريخ. لكن لما ابتديت انك انت تبص للزمالك وتبص للفرق الثانيه وتبص ان انت لاعب حلو في الزمالك تروح تجيبه، انت بقيت وضعك اسوأ من وضع الزمالك. بل بالعكس، الزمالك دلوقتي لعيبه عندها روح، لعيبه بتلعب بجنيه وربع، لعيبه مش بتقبض بالشهور ولكن عندهم روح. لعيبه انت عندك مهارات فرديه وعندك كل الحاجات اللي تخليك تعمل كل حاجه في الملعب، اللي تخليك انك انت تتنطط في الملعب، اللي تخليك انك انت تنزل يعني تدوس على اي فريق قدامك. ولكن في الاخر انت ما بتعملش كده. الزمالك ما عندوش اي مقومات النجاح، ولكن قادر، ودي حاجه تحسب ليهم، ان هم يلموا الشمل وقادرين ان هم ينجحوا ويبقى هم دلوقتي اللي متصدرين الدوري بفرق 3 نقط عنك. ولو هو كسب انبي هيبقى فرق 6 نقط. انت بقى فين؟ انت من فشل لفشل لفشل. مشيت كولر، رحت جايب ريبيرو في مرحله ما كانش ينفع اصلا انك انت تجيب مدرب زي كده يمسك النادي الاهلي في مرحله زي كده. مشينا ريبيرو بعد كام ماتش ورحنا جايبين يعني اقل ما يقال عنه كلمه سباك دي قليله. يعني ده لا يصلح ان هو يكون مدرب. من امتى الدنمارك يعني كانت بتاعه مدربين؟ من امتى الدنمارك اصلا كانت بتاعه كوره؟ انا ما اسمعش عن الدنمارك انها بتاعه كوره اصلا. دول ناس بتوع جبن وبيض ولانشون ومش عارف ايه والكلام دوت، وناس بتوع اكل وشرب والكلام دوت. لكن حته ان هم يكونوا بتاع كوره انا ما شفتهاش بصراحه. رحنا جبنا مدرب من الدنمارك، جبناه عشان خاطر يزود الشلل اللي احنا فيه. بقيت دلوقتي في عز العك اللي انت فيه دلوقتي مطالب انك انت تتحمله ليه؟ عشان سيادتك برضو فاشل اداريا. لما تروح تعمل عقد لواحد زي كده 3 سنين وتحط بند في العقد بتاعه ان هو لو هو مشي في اول سنه فياخد العقد بتاعه كامل، يبقى انت فاشل قولا واحدا. يبقى انت فاشل. مش هنطبطب على حد، مش هندد على حد، لازم نعترف بفشلنا. احنا مش هنحط راسنا في الطين ونقول ان احنا تمام التمام وبيدفول 14. احنا فاشلين، احنا فاشلين. لعيبه بتسهر، خيام رمضانيه، افطارات، اعلانات. اللعيبه بقى كل همها الفلوس، وكل اللعيبه بقت بتبص لبعضيها. كله بقى بيبص فلان بيقبض بالدولار، فلان مش عارف ايه، رحنا جبنا كاموش مش عارف بيقبض قد ايه وهو ما بيقدمش حاجه. مش عارف مين اللي في نص الملعب بياخد كام، ومش عارف مين جنبه بياخد مش عارف كام. بقت بتتكلم ان لاعب مثلا بياخد 100 مليون زي زيزو وجنبه لاعب تاني بياخد له 3 4 مليون. طب ما لازم يبص، ما ده الطبيعي. ما احنا في الاول وفي الاخر نفوس بشريه، والنفوس البشريه طبيعتها الطمع. فكانت المحصله من فشل لفشل لفشل لفشل. فاحنا بنقدم في الملعب ولا حاجه. احنا فشل اداري على فشل فني على فشل على سبيل اللعيبه على كل حاجه. يا راجل ده انت مشيت علي معلول، قعدت قد ايه بالينا بكوكا في الباك الشمال بتلعبه في مكان اصلا مش بتاعه، اللي هو حتى لو كان هو لعيب كويس فانت موته. محمد الشناوي بقى له فتره نقطه ضعف في النادي الاهلي. اي حد هيشوط كوره من اي مكان هتيجي جول، ورغم كده انت بتعمل ايه؟ انت بتلعبه غصب عن الجماهير، بتلعبه غصب عن اي حد. لان محمد الشناوي ليه حته في النادي، كاتبين له جزء من النادي. يعني حاجه غريبه. من امتى والاهلي كان بيحصل فيه كده؟ ما شفتش كميه التخبط دي في النادي الاهلي من ساعه ما شجعت النادي الاهلي من سنه 2000. يعني بتتكلم في 26 سنه. ما شفتش كميه الفشل اللي فيها النادي الاهلي دلوقتي قد الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. محتاجين تعديلات فوريه. محتاجين ان السيد عبد الحفيظ يكون له قرارات. محتاجين كابتن ياسين منصور يبقى ليه قرارات، يقدر ان هو يعني بلاش بقى حته ان الكابتن محمود خطيب بعد احترامي ليه خلاص بقى الراجل يعني عمل اللي عليه وكفايه عليه كده بقى.
يعني بلاش يبقى هو اللي متفرد بالقرار، ما يبقاش هو اللي متفرد بالقرار، هو اللي طول الوقت انا الامر الناهي. كابتن محمود الخطيب يعني راجل خلاص بقى، راجل تعبان وراجل ما بقاش فاضي للنادي، من عمره لوجع ظهره اللي مش عارف ايه، الله يشفيه كل حاجه، بس خلاص انت ما بقتش فاضي للنادي، ما بقتش فاضي. فعايزين حد فعلا يبقى قلبه على النادي الاهلي، عايزين حد يرجع مكانه وهيبه النادي الاهلي، عايزين لعيبه تقدر تشيل التيشيرت بتاع النادي الاهلي، عايزين لعيبه تيشيرت النادي الاهلي يبقى فعلا لايق عليهم، مش لعيبه عباره عن اشباح ماشيين في الملعب. انت بتشوف ان اللعيبه يعني لو واحد بصى كوره طويله زياده عن اللزوم يشوح له وكانه عمل مصيبه. مفيش لاعب عايز يهين نفسه في الملعب، مفيش لاعب بيتحرك لزميله، اللعيبه عايزين يلعبوا على الواقف، تحس ان انت عندك شويه بهوات، شويه معلمين، شويه اسطوات موجودين في الملعب. من امتى والنادي الاهلي كان فيه الكلام دوت؟ انت حتى لو كان المدرب وحش، وهو وحش مليون الف مره وكلنا عارفين الكلام دوت، ولكن فين اللعيبه؟ فين روح اللعيبه؟ اللعيبه بقت بتفكر في الاعلانات والعربيات والفلوس والسهرات وكل الكلام دوت، بقت بتفكر. اللعيب من دول لو لعب ماتشين كويس يطلع يقول لك انا عايز عدي العقدي بجد. اللعيب من دول ما هموش ان هو يفرح الجمهور ولا الكلام دوت، الجمهور ده اصلا اخر اهتماماته. اللعيب من دول هو هدفه يشتري له فيلا مش عارف في الساحل الشمالي، ومش عارف عربيه اخر موديل، وموبايل ايفون 17 اخر حاجه، وفي الاخر احنا كجمهور احنا اللي بندفع الثمن، احنا اللي بنقعد يتحرق دم قدام المباراه. مباريات الاهلي ما بقتش بالنسبه لنا مصدر بهجه وفرحه والكلام دوت زي الاول، احنا بقينا بنتفرج على كابوس. مباراه الاهلي بقى دمها تقيل، بقينا مش عايزين نتفرج على النادي الاهلي، احنا كنا بنبقى حابين يوم المباراه بتاع النادي الاهلي، كنا بنستناه. لكن دلوقتي انت عارف ان انت عندك لعيبه هتنزل ما عندهاش مبالاه باي حاجه، عندك مدير فني بيعمل بيقدم عك، عندك مدير فني بيقدم عك ما بيعملش حاجه، مدير فني ما تستغربش لو انت لقيت محمد الشناوي بيلعب هجوم، ما تستغربهاش بجد والله، ما تستغربش لو لقيته منزل حمزه علاء كده جناح يمين او جناح شمال، ما تستغربش لو لقيت محمد الشناوي بيلعب في نص الملعب وديانج في حراسه المرمى، ما تستغربهاش. ليه؟ تحس والله بجد مش عارف حد يتفق معايا في الكلام ده ولا لا، تحس ان المديرين الفنيين اللي بيجوا الاهلي الفتره الاخيره بقى كلهم عارفين الديه بتاعت النادي الاهلي، خصوصا من بعد العقد الكارثه بتاع الكولر، تحس ان كلهم عارفين. يعني الواحد فيهم بيقول لمراته انا هروح النادي الاهلي، هنحجز طيران بعد 6 شهور او 4 شهور او 5 شهور، هنروح والله الدنيا بقت تمام، ما بقتش تمام، خلاص احنا نزهقهم ونعك في التشكيل ونبوظ الدنيا، وفي الاخر هم يزهقوا مننا ويعملوا لنا اقاله، وبعد كده ايه ناخد فلوس واحنا قاعدين في البيت، عشان خاطر برضو اداره فاشله، اداره مش بتعتمد على الكفاءات، اداره بتحب وتكره، اداره بتجيب حبايبهم يمسكوا اداره التعاقدات واداره مش عارف ايه واداره البطيخ، وفي الاخر يروح يجيب لك مدرب اصلا ما كانش يتمنى، يعني ما كانش اصلا يحلم ان هو يعدي من جنب سور النادي عشان خاطر يدرب النادي الاهلي. اللعيبه عندنا على اعلى مستوى، محتاجين حد يحمر عينيه، محتاجين قرارات. اللعيبه دي مفيش قبض، مفيش فلوس، مفيش مستحقات لحد ما هيبه النادي الاهلي ترجع، واللاعب اللي ما يحسش بتيشيرت النادي الاهلي ما يلعبش في الاهلي. احنا بنشوف مباراتنا قدام طلائع الجيش، انا حاسس ان طلائع الجيش هو الاهلي والاهلي هو طلائع الجيش بجد. لعيبه الواحد فيهم بيقبض نص جنيه بجد، لعيبه الفريق كله ممكن يكون بيقبض في السنه قد لاعب في النادي الاهلي بيقبض شهر، يعني قد شهر من لاعب في النادي الاهلي، لكن عندهم روح، لعيبه بتلعب جعانه كوره، لعيبه جعانه كوره. لكن انت رحت جبت شويه اسطوات، شويه مشطبين، شويه خلاص. انت لما تدي واحد 100 مليون، طب هو عايز ايه تاني؟ هو عايز ايه تاني؟ ما تديله 100 مليون في السنه، هو ايه اللي محتاجه تاني؟ هيديك كوره ليه ولا يلعب ليه؟ ما خلاص هو بالنسبه له الكوره بقت شغلانه، بيجيب منها فلوس. لما تدي الواحد 50 و60 و70 مليون في السنه، لما مش عارف يعمل اعلانات مش عارف ايه ويلاقي نفسه بيقبض له 200 300 الف، 200 300 مليون في سنه ولا سنه ونص ولا سنتين، فهو محتاج ايه تاني؟ فالموضوع ده خلاص، الموضوع ده منتهي. اللي عاجبه النادي الاهلي على كده يا اهلا بيه، اللي مش عاجبه مع السلامه. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، مشي تريكا، مشي الخطيب نفسه، مشي فلان وعلان والكلام ده كله، الاهلي فضل بياخد بطولات. في الاخر الاهلي هو اللي باقي، في الاخر الاهلي هو اللي باقي. عايز الناس يحسوا بقيمه النادي الاهلي من اول الاداره لحد اللعيبه. بس مدير فني مش عاجبه يمشي، مدير فني مش حاسس بقيمه النادي الاهلي، مش حاسس بالكوارث اللي بتحصل، مع السلامه. محمود الخطيب نفسه خلاص، انا بشوف انه خلاص شطب، ما عندوش جديد يضيفه للاهلي، لا مع السلامه، ونشوف كوادر جديده بجد. وليد صلاح الدين بعد احترامي ليه راجل مش راجل المرحله، راجل انا شايف ان المرحله دي مش مرحلته، مفيش حزم، مفيش خصومات، نرجع نخصم للعيبه وبعدين نرجع في كلامنا تاني، وكاننا بنلعب استغمايه، يعني اخصم للعيبه وبعد كده ارجع في قراري تاني بمجرد بس انه لعب ماتش كويس. فكفايه، وقفوا المهزله يرحمكم الله، وقفوا المهزله يرحمكم الله. النادي الاهلي كبير، تيشيرت الاهلي كبير، وتيشيرت الاهلي تقيل، مش اي حد يلعبه. في ناس
لا تستحق حرفيا ان هي تعدي من جنب سور النادي الاهلي. دي الخلاصه، وقفوا المهزله. اللاعب اللي ما يحسش بالاهلي، ما يحسش بالجماهير، مع السلامه. اللاعب اللي بيلعب من اجل الفلوس بس، مع السلامه. الاداري اللي ما يكونش جدير بالمنصب اللي هو فيه، مع السلامه. ما عندناش اسماء ولا بيفرق معانا اسماء، اللي بيفرق معانا النادي الاهلي وبس، ده اللي بيفرق معانا بس. وده كان رايي. وطبعا يعني ده اول فيديو، ولو الفيديو عجبك بتمنى تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتستنى الفيديوهات الجايه اول باول، ويا ريت تعمل شير. واتاكد ان احنا هنا مش هنطبل لحد، احنا هنا دايما هنقول كلمه الحق على مسافه واحده من الجميع. الحاجه الحلوه هنقول حلوه، والحاجه الوحشه هنقول عليها وحشه، وهنشاور على الغلط ومش هنسكت ومش هنطبل لحد. واحنا هنا من قلب الجمهور، مش محسوبين على حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقه جديده وتطورات جديده، ويا رب يسمعوا الكلام. سلام.